كيفك ابو اللول؟ على اقعد شوي. ابن عمي ناطرني برا. معلش خليه ينطر 10 دقايق، اقعد شوي. ما بدك تحكي؟ بعدين إيليا، بعدين بحكي لك. المهم هلا اني اهرب. انا ارادتي خلاص ماتت. مغناطيس الغلط اللي هون اكبر من اني واجهه، فلهيك انا هربان على الضيعه. مين بيعرف، بجوز موت وعيش وما اشوف الدنيا، بس على المقلية بموت وانا مرتاح وضميري ما عم ياكلني من جوا. طيب اذا ما بدك تحكي لي من شانك، احكي لي من شاني. ايوه بس هالدقيقتين اسمعني فيهم، بعد اروح اعمل اللي بدك اياه. انا زلمه من وقت اللي خلقت لتاريخ قبل كم اسبوع بس ما شفت يوم واحد هني مثل العالم والناس. حكايتي وانت بتعرفها كتير منيح. اجا هلا الوقت والله اكرمني ببنت بحبها من كل قلبي. طلع عندي اخت ليكني مأمن عليها جنبي ومبسوط فيها كتير. ومع هيك كل فرحتي ناقصة حاليا بسببك انت. ليك على وقت جيت انت وسومر تسكنوا بهذا البيت كان صار لي 1 و8 شهور بعد وفاة امي وانا مكتئب. شفتكن، حبيتكن، تعلقت فيكم كأنكم اخواتي، واساسا مالي غيركم. سومر انا بحبه كتير، بس انت عندي غير. انت غالي علي كتير. انا بعتبرك مثل اخي الصغير مو رفيقي. لهيك لا تنقص علي فرحتي، قل لي شو صاير معك لا اطمن عليك. والمهم شو صاير وشو بده يصير. انا هون ما عاد فيني كفي. عندي حلين، يا برجع على الضيعة يا اما بضل هون بضل غرقان بهذا الخيار الثاني علاء، ارجوك خليك على الخيار الثاني. بس خليك هون جنبي بتروح عن فيك ونساعد بعض، وشو ما بدك انا جاهز.